كنا كنتسناو سفيان بوفال يمشي لشي فرقة أوروبية فين يزيد يطور راسو، خصوصا من بعد الأداء المهاري والتألق ديالو في المباريات ديال كأس العالم في قطر. لكن بالأمس كنتصدموا كمغاربة بالخبر ديال انتقال سفيان بوفال إلى الدوري القطري، وبالضبط إلى فريق الريال القطري. فكيف يعقل لاعب بهذه المهارات وتألق في كأس العالم يمشي لدوري في الخليج؟ الصراحة خطوة اللي بزاف ديال المتتبعين اعتبروها غير موفقة، خصوصا أن بوفال يلاه عنده 29 عام، يعني ماشي كبير بزاف. صحيح أنه غادي يستافد ماديا، ولكن للأسف غادي نضيعو في موهبة ولاعب جيد بالمنتخب المغربي. المهم هذه من جهة أخرى بزاف ديال الناس شافوا بلي الخطوة اللي دار مزيانة، وأن سفيان بوفال كبير في العمر ولاعب استعراضي ماشي ديال التنافس، وكتغيب عليه الفعالية، وداكشي باش ما لعبش في شي نادي أوروبي كبير. المهم حنا من جهتنا كنا كنتمناو نشوفوه في شي نيفو كبير باش يبقى محافظ على اللياقة البدنية ديالو. والمشكل الكبير حتى المكانة ديالو مع المنتخب مهددة من طرف الزلزولي اللي كيقدم حاليا اعلى المستويات مع فريق ديالو اوساسونا. المهم واش بوفال دار خطوه للامام ولا للوراء؟ نخلي لكم نتوما تحكموا. انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.